ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اسالك سؤال. كم مره دخلتي سنه جديده وانتي من جواكي عارفه بكل صراحه انك هتكتبي اهداف كتير جدا وممكن تنفذي منهم 1% بس؟ كم سنه عدت عليكي وانتي بتقولي ان السنه الجايه هتكون مختلفه، ومع اول اسبوع الحياه بتجبرك يمين وشمال انك تنسي كل اللي انتي كتبتيه؟ الحقيقه احنا مش بنفشل في التخطيط، احنا بنفشل اننا نفهم، مش فاهمين نفسنا ولا احتياجاتنا الحقيقية ولا ايقاع حياتنا كمان ماشي ازاي. احنا بنقلد الناس وبننسى ان كل حد ليه اسلوبه، ليه الايقاع بتاعه، ليه حياته وظروفه وكمان مشاعره. الفيديو ده مش هيكون عن اهداف 2026 ولا خطوات سريعة. الفيديو ده رحلة نزول جوه نفسك عشان تطلعي منها بخريطة حقيقية لحياتك انتي، مش لشهرك مش لسنك، لا لحياتك انتي كلها تكون مناسبة ليكي انتي. لو كملتي للنهاية هتفهمي أول مرة ليه حياتك كانت ماشية بالطريقة دي. هتكتشفي طرق بسيطة جدا بس تأثيرها ضخم جدا. هتخلي 2026 تبقى أول سنة تحسي فيها إنك قائد حقيقي لحياتك، مش مجرد حد ماشي مع الظروف. يلا نبدأ الرحلة. أول حاجة إن احنا لازم نقيم السنة اللي فاتت من غير ما نجلد نفسنا ومن غير برضو ما نعمل تجميل اللي فات. هنا هتعملي أعمق تقييم ممكن تعمليه، بس من غير ما تحملي نفسك مسؤولية الدنيا. فكرة التقييم مش إنك تلومي نفسك، لكن إنك تشوفي الحقيقة زي ما هي. هنعمل ده على 3 مراحل. المرحلة الأولى إنك تراجعي الوجع بتاعك. اكتبي أكتر 5 مواقف وجعتك، إيه اللي حصل بالظبط، ليه الكلام ده وجعك، اتعلمتي ايه منه. الناس عادة بتهرب من الوجع، لكن الوجع هو اللي بيشرحلك ايه اللي ناقصك انتي فعلا، ايه اللي محتاج يتغير جواكي، وايه اللي لازم انك توقفيه دلوقتي. المرحلة التانية انك تراجع القوة بتاعتك، يعني اسألي نفسك انتي امتى كنتي قوية، امتى فاجئتي نفسك، امتى قلتي ان انا كنت قدها. اكتبي مثلا 5 مواقف، لان عقلك محتاج يعرف انك مش فاشلة وانك قوية جدا، مش بس بتشوفي دوت. المرحلة الثالثة مراجعة اللي انتي حاجات ما قدرتيش تكمليها، يعني كل سنة كان بيبقى في حاجات انتي بدأتيها وما كملتيهاش، ده طبيعي جدا. اكتبي مثلا كام مرة انتي حاولتي في حاجات وما كملتيهاش، اكتبي مثلا 3 حاجات. اكتبي السبب الحقيقي اللي خلاكي ما تكمليش، السبب الحقيقي مش السبب اللي خلاكي ترمي الشماعة عليه. هل الحاجات دي فعلا كانت تستاهل تكمل معاكي في 2026 ولا خلاص ما بقاش هدف في حياتك؟ يعني الجزء دوت انا عايزه الخص لك انك عايزه توصلي لحاجه واحده بس. انا فاهمه 2025 مشيت ازاي علشان اعرف ابدا 2026، اعرف نقط القوه والضعف اللي عندي علشان بعد كده اعرف اخطط للسنه اللي بعدها. تاني جزء انك تكوني عامله رؤيه لحياتك. الرؤيه هنا مش الهدف اللي انت عايزه تحطيه، الرؤيه هنا هو احساسك انت. عايزه تشوفي انك عايزه تبقي مين، عايزه تعيشي ازاي، عايزه يبقى شكلك ايه، علاقتي بربنا يبقى شكلها عامل ازاي، ابني يشوفني ازاي، بنتي تشوفني ازاي، بيتي الطاقة بتاعته تبقى عاملة ازاي، قلبي مرتاح ولا قلبي مضغوط. اعملي تمرين سيناريو يوم مثالي مثلا بعد 3 سنين، اكتبيه بتفاصيل رهيبة جدا. ان انا اول ما هصحى لغاية اخر اليوم هعمل ايه، هاكل ايه، هشتغل ازاي، هتعامل مع عيالي ازاي. وبعد كده تشوفي ايه اللي خلى اليوم بتاعك مش مثالي زي ما انت عايزة. طيب ليه التمرين ده مهم؟ لانك مهما كتبتي اهداف من غير ما تحطي رؤية واضحة، عقلك ده هيضيع. فالرؤية دي هي اللي تعملك الاتجاه، وبعد كده الهدف هيمشيك على الطريق اللي انت كنت عايزة تمشي فيه، والعادات بتاعتك هي دي الخطوات اللي انت محتاجة تغيريها. معظم الناس بتبتدي السنة بطاقة عالية، وبعد اسبوع البطارية دي بتلاقيها ان هي فضيت تماما، لان العقل مش متعود على التغيير مرة واحدة. وهنا هنعمل اعادة ضبط لنفسنا، هنعمل اعادة ضبط لعقلنا من 3 زوايا. اول زاوية وهي العادات الصغيرة، يعني ممنوع انك تبدأي سنة بحاجة كبيرة قوي، ابدأي بحاجة شكلها صغير جدا، يعني مثلا ان انا هشرب مية مثلا كتير في اليوم، او مثلا ان انا هطفي موبايلي اول نص ساعة في اليوم عشان ما تنكدش مثلا من الاخبار، او ان انا في اليوم همشي 10 دقايق بس. السر مش في الكمية الكبيرة ومش في الحاجات الكبيرة قوي، السر انك تفضلي ثابتة تعملي نفس الحاجات الصغيرة دي على طول سنة كاملة انت بتعمليها. تاني زاوية تكون زاوية البيئة. لو محيطك مكركب مستحيل عقلك يركز. البيت كله على 7 ايام
اعملي يوم للأدراج، اعملي يوم للهدوم، يوم للمطبخ، يوم لأدوات عيالك وأوضتهم، يوم للمكتب، يوم للورق بتاعك المهم، يوم للمسات الجمالية اللي في حياتك. كده يومك مش هيبقى مكركب، الأسبوع بتاعك هيبقى مرتاح جدا، وهتكوني بتنجزي وانتي مش حاسة انك ضغط على نفسك. تالت زاوية هي الطقوس. اعملي رولز تساعد عقلك ان يفهم ان احنا داخلين على سنة جديدة. يعني اعملي يوم نظافة عميق، يوم تعملي بلانر ترتيب، يوم تحطي النية للسنة الجديدة تبقى عاملة ازاي، يوم تشكري ربنا من قلبك على 2025 بكل اللي فيها. ده هيخلي بداية 2026 مختلفة عن اي سنة قبلها. الجزء الرابع انك تنظمي وقتك. هنا هندخل على جزء اعمق شوية، تنظيم الوقت من غير ما تحسي انك روبوت. هننظم طيب الوقت بتاعنا ازاي؟ يمكن بنسمع الحوار ده كتير ما بنعرفش نلتزم. هقولك 4 حاجات بس مستويات ننظم بيهم، هتلاقي الوقت عندك دايما متنظم. اول حاجة انك تنظمي يومك. يعني اعملي 3 حاجات بس تكون هو هدف يومك النهاردة، 3 حاجات يكونوا مهمين، و3 حاجات هم موجودين عندك في يومك بس انتي ممكن تركنيهم. ولازم وقت لنفسك 10 أو 20 دقيقة لنفسك في اليوم كله يا ستي. ولازم تعملي اخر 10 دقايق في اليوم حتى لو انتي قاعدة على السرير انك تقيمي اليوم بتاعك وتشوفي انا عملت كذا ما عملتش كذا، طب ايه اللي عطلني، ايه اللي خلاني مثلا سلبية النهاردة في حاجة، ايه اللي خلاني قوية النهاردة في حاجة، علشان تعرفي تحطي ايدك على نقاط الضعف والقوة عندك، تعرفي تاني يوم تعدلي، تالت يوم تعدلي، لغاية ما توصلي النسخة احسن منك. تاني حاجة انك تكوني بتعرفي تنظمي الاسبوع بتاعك. يعني لازم يكون عندك روتين اسبوعي عندك يكون واضح. يعني مثلا يوم للغسيل، يوم للبيت، يوم هشتري فيه حاجات، يوم للعيلة، يوم هتخرجي، يوم يا ستي هدوء كله خالص، يوم للمطبخ. تالت حاجة وتالت مستوى هو ان انتي تنظمي الشهر بتاعك. يعني حطيه في الشهر بتاعك هدف واحد بس انتي عايزة تعمليه، وحطي لنفسك مكافأة اخر الشهر، وشوفي ايه اللي خلاكي تكملي او ايه اللي شجعك. رابع حاجة انك تنظمي بالمواسم. يعني مثلا كل 90 يوم حطي خطة موسمية، حطي فيها هدف كبير قوي، حطي فيها 3 عادات جديدة انك هتعمليهم هتدخليهم على حياتك، حطي فيها 3 مشاريع صغيرة، حطي فيها 3 قرارات هتوقفيها مش هتعمليها تاني. في 2026 الصحة هي اكبر استثمار، وهنا هنبني مفهوم جديد لحياتك الصحية، مش دايت وضغط وكده، لأ، هنعمل 4 حاجات. اول حاجة انك تنامي. النوم لو اتصلح حياتك هتتظبط بنسبة 40% مثلا. اعملي 3 قواعد بس، ان انا هنام قبل الساعة 12، ان انا هخلي موبايلي بره الأوضة، ان انا قبل النوم هاخد شاور هادي ومش هقعد في اضاءة كتير ودوشة وبتاع، احط اضاءة خفيفة، حاجات صغيرة جدا. تاني حاجة الاكل. مش لازم اكون بقى حارمة نفسي وما باكلش كل اللي نفسي فيه، لكن حطي اختيارات، اعملي قاعدة، حطي اختيارات صح في اليوم بتاعك. قسمي جسمك مثلا خلال كل 3 شهور، انا 3 شهور دول بس هلتزم مش السنة كلها. بعد 3 شهور حطي رولز تانية جديدة، وبعد كده حطي عادات تانية جديدة. تالت حاجة انك تتحركي. المشي مش بس بيعالج انك تخسي، مش علاج جسدي، ده علاج نفسي حلو جدا. ابدأي 10 دقايق، هتلاقي عقلك هادي وانتي في ال10 دقايق دول. متمسكيش التليفون، ما تسمعيش حاجة، اقعدي بس كده فكري في اي حاجة، فكري في اللاشيء. هتحسي ان انتي عقلك صفي ونفسك بقت اهدى بكتير. حتى اولادك على فكرة يحسوا قد ايه انتي بقيتي مريحة وبقيتي هادية. رابع حاجة اشربي مية. انتي عارفة ان المية بتأثر على التركيز، بتأثر على شكل بشرتك، بتأثر على النوم بتاعك، بتأثر على مزاجك، على نفسيتك. المية مهمة جدا جدا جدا. سادس جزء وهو علاقتك بنفسك. عايزة تبني علاقة احترام وانك تكوني بتعتمدي على نفسك، اعملي 4 تمارين فقط. انا في كل حاجة بحاول اقسم لك الموضوع بتاعها على حاجات صغننة جدا، بحيث ما تبقاش الخطوات كبيرة وصعبة ويبقى صعب ان انت تعرفي تحققيها. انا بعمل لك خطوات صغيرة جدا، حاجات عملية، حاجات انا عملت عليها ريسيرشنج كتير جدا عشان ابقى فاهمة ازاي نقدر نحقق ده. فانك تبني علاقة فيها احترام وتعرفي تعتمدي على نفسك، هنمشي على 4 تمارين صغيرين جدا. اول حاجة يكون في دفتر للمشاعر. يعني اكتبي كل يوم انتي كنتي حاسة بايه، وليه حسيتي كده، وايه الحاجة اللي ممكن تخفف ده.
تاني حاجة صوتك اللي جواكي، كل مرة بتقولي لنفسك انا فاشلة اكتبيها وشوفي قد ايه انتي بتكرري الكلام ده لنفسك. تالت حاجة اعرفي حدودك، اكتبي حاجات هوقف ان انا اعملها، حاجات هقللها، حاجات انا مش هعملها تاني. رابع حاجة انك تكوني بتقدري نفسك، كل يوم اكتبي نجاح واحد بس انتي عملتيه حتى لو كان بسيط جدا، انك ما تكونيش حتى زعقتي النهاردة، انك تكوني مشيتي على كل التاسكس اللي احنا حددناها، انك تكوني حققتي حاجة واحدة بس من الحاجات اللي انتي كنتي عايزة تعمليها النهاردة. اكتبي نجاح واحد بس. الجزء السابع وهو اهم حاجة وهو علاقتك بربنا. احنا ساعات بنفتكر ان علاقتنا بربنا لازم تبقى شكل واحد بس، ان اصحى بدري اصلي اعمل ومش عارف ايه، وتفضلي تحسي ان انتي مش قد كده. لكن الحقيقة ربنا مش بيطلب الشكل ده بس، ربنا طالب برضو قلبك. خليني احكي لك قصة صغيرة. في ناس علاقتها بربنا كانت دايما موسمية، بس في يوم عملوا عادة بسيطة جدا، قبل النوم بدقيقة يكلموا ربنا. يا رب انا مثلا تعبت النهاردة، انا عارفة انك شايفني، يا رب مثلا عيني على جوزي، عيني على عيالي. اطلبي من ربنا، صلي وادعي كتير. حياتهم بدأت تتغير، بقى في ان هي بدل ما بتكلم ربنا دقيقة بتقعد تكلمه بالساعات. احنا مش بنعمل واجبات وخلاص، احنا لازم نعمل علاقة مع ربنا، نتكلم مع ربنا، نطلب مع ربنا، نعيط حتى لو عايزين نعيط. اعملي مثلا روتين روحي 10 دقايق، يعني وانتي ماشية كلمي ربنا 10 دقايق. اديله مثلا دقيقة شكر، اقعدي على السرير قوليله يا رب انا ممتنة ل3 حاجات حصلوا النهاردة، حتى لو كانت حاجات بسيطة. عارفة ان حتى لو عيالك ناموا بدري دي نعمة جدا من عند ربنا، انك عرفتي تقومي تعملي لهم اكل، انك عرفتي تكوني هادية النهاردة متعصبيش، انك عرفتي تحتوي جوزك في موقف معين، ان ربنا دخل عليكي جوزك وعيالك بسلام وامان. اطلبي من ربنا، ادعيله، قولي شكر يا رب انا ممتنة 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 ان انا على الاقل نايمة وما فيش حواليا دوشة كتير، على الاقل ان انا نايمة في بيتي. تاني حاجة خدي دقيقة كمان صلاة، مش لازم كلام معقد، جملة واحدة بس، انك يا رب امسكني وما تسيبنيش، يا رب انا بحاول وانا بجاهد ان انا اكون قريبة منك. كفاية كلمة واحدة بس، دقيقة واحدة بس لربنا. اتأملي في اي حاجة، شوفي اي كلمة وتأملي فيها وشوفي الكلمة دي معناها ايه في يومك. انت عارفة ان انت ممكن تاخدي دقيقة بس انك تحطي فيها نية، ان يا رب بكرة انا نيتي ان يومي يكون هادي، من النهاردة تحطي النية. في مواقف هتقولك ان علاقتك بربنا ماشية صح، لما تحسي انك مش لوحدك، لما تلاقي قلبك بيهدى بسرعة، لما غلطك ما يبقاش بيكسرك، لما غلطك يبقى بيعلمك، لما تحسي ان ربنا جنبك في كل تفاصيل صغيرة محدش واخد باله منها. ليه الجزء ده مهم في التخطيط؟ لان اكبر عامل بيفسد السنة كلها هو التوتر، واكتر مصدر راحة في حياتنا هو علاقتنا احنا الروحية، علاقتنا بربنا. لان لما روحك تكون هادية عقلك هيبقى هادي، يومك هيبقى مظبوط، وحياتك مش هتبقى ماشية زي تراب كده في الهواء. الجزء الثامن هي الفلوس، ازاي تخلي الفلوس تخدمك ما تبقاش الفلوس اعلى منك. يعني كلمة فلوس لوحدها كده بتعمل لنا توتر، بس صدقيني ادارة الفلوس دي مش محتاجة انك تكوني في جامعة، هي محتاجة انك تكوني واضحة. خليني اقولك تشبيه هيريحك. الفلوس بتكون عاملة زي الطفل الصغير، لو سبتيه في البيت يجري لوحده هيكسر الدنيا، لو مسكتي ايدي وقلتيله تعالى نمشي خطوة خطوة هيهدى وهيسمع الكلام. فاول حاجة اكتشفي الفلوس بتروح فين اصلا. اعملي تجربة مثلا وليكن 7 ايام، اكتبي كل جنيه خرج منك، كل جنيه حرفيا حتى لو لبانة. بعد 7 ايام هتتصدمي من كمية حاجات، مصاريف مثلا صغيرة ما كانش ليها لازمة، حاجات بتتكرر، حاجات هي ممكن تقل، حاجات ممكن تستنى شوية. ودي اهم خطوة لانك هتشوفي الحقيقة. انك تقسمي مصاريفك، يعني تحطي حاجات للضروريات زي الاكل، الايجار، اللبس، عيالك، المواصلات، وتحطي ان في حاجات مهمة زي حاجات بتطور حياتك، مثلا تعليم، كورسات، ادوات، دروس لعيالك. وتالت حاجة الكماليات، حاجات مثلا بتبسطنا بنجيبها مثلا بس هي مش ضرورية، زي مثلا نروح نجيب يوم سوداني لب نقعد مع بعضينا شوية. ورابع حاجة النزوات، حاجات اتدفعت كتير جدا من غير ما نفكر احنا دفعناها ليه.
والمفاجأة ان اللي هيبوظ الميزانية مش الضروريات، اللي بيبوظها النزوات، 20-30 جنيه صرفناهم في حاجة احنا مش عارفين احنا صرفناهم ليه اصلا. طيب ازاي تزودي دخلك حتى لو بحاجة صغيرة جدا؟ ممكن تبيعي حاجات انت مش محتاجاها، يعني ممكن كمان تتعلمي مونتاج، اتعلمي تصميم، شوفي الشغل الاونلاين، اشتغلي نص ساعة بس في اليوم، او حتى تعملي خدمة بسيطة لحد من صحابك، انك تنظمي لها حاجة، تكتبي لها، تعملي تسويق. ممكن تلاقي حاجات كتير جدا، يبقى حاجة مناسبة للوقت بتاعك ولظروفك. مش عايزاكي تبقي بيزنس وومن، انا عايزة بس 10% زيادة في الدخل هتغيرلك السنة كلها. التوفير من غير ما تعيشي في حرمان. ابدأي بحاجة صغيرة، 5 جنيه في اليوم. انتي متخيلة؟ ده مش مبلغ، بس ده هتبقى عادة عندك، وبعد شهر هتحس ان عقلك اتعود ان هو يحافظ على الفلوس. شوفي فيديوهات كتير جدا بتتكلم ان هي ازاي توفر، لو انتي اللي دايره البيت بتاعك ومصاريف اكل وشرب. اتفرجي على فيديوهات كتير، في ناس كتير جدا 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 محترفه في ان هي ازاي توفر من غير ما تحرم نفسها. الجزء التاسع، انك ترتبي علاقاتك. تعرفي ان احنا اصلا مشكلتنا مش في الناس اللي حوالينا، مشكلتنا ان احنا ما بنفرشش الناس اللي حوالينا. احنا ساعات بنسمح للناس الغلط يقعدوا في اول صف في حياتنا، ونقعد احنا بقى في الصف الاخير. فخلينا نعمل فلترة للعلاقات اللي في حياتنا دي، بس بطريقة ظريفة. اول حاجة ان في ناس تقربي منهم، ويكون هي دي الدايرة اللي هي دايرة الدفى اللي في حياتك. دي ناس لما تقعدي معاهم قلبك بيرتاح، بتعرف تضحكي من قلبك، بتحس ان هم اهم من اي حاجة، او على الاقل بتحس انك مش لوحدك. اكتبي 3 اسماء، ال3 اسماء دول قربي لهم زيادة السنة دي، اعملي معاهم خروجة، مكالمة، اسألي عليهم. الدوائر دي هي اللي هتشحن طاقتك وروحك. شوفي مين مثلا، جوزك، عيالك، مامتك، اختك، قريبتك، حد انت هتقربي منه لان هو ده اللي بيريحك. تاني حاجة هنشوف الناس اللي هم نص نص، يعني محتاجين حدود. دول برضو مش ناس وحشة، هم بس ناس مش مريحين شوية. يعني مثلا شخص دايما بيقول رأيه بزيادة في كل حاجة في حياتك، حد مثلا بيحب يساعدك بس بيضغطك، حد بيحبك بس بيحسسك انك دايما مقصرة. دول ناس مش هنقطعهم، دول ناس نحط لهم حدود. علميهم انك موجودة بس مش طول الوقت. استخدمي جمل زي انا مش هقدر، معلش اليومين الجايين، او خليني ارد عليك لما اكون فاضية كده يعني. تالت حاجة، ناس لازم تبعدي عنهم. الناس اللي هي بتاخد طاقتك وبتقلل منك وبتقلل من ابنك وبتعمل مقارنات وبتديكي احساس انك اقل، دول لازم يبعدوا. مش علشان هم وحشين، لكن لان روحك مش هتستحملهم. تعرفي ان العلاقات دي ليها علامة، يعني انت لو خرجتي من مكالمة معاهم وانتي هادية كده ومروقة، كملي معاهم. لو خرجتي وانتي متعصبة، يبقى قللي الكلام معاهم. لو خرجتي وانتي محبطة او حاسة انك قليلة وصغيرة، دول لازم توقفي معاهم. وحاجة اخيرة، ان العلاقات الصح دي بتطول العمر، بتقلل التوتر اللي في حياتك، هتخلي 2026 اخف واجمل عليكي. الجزء العاشر، ان احنا نحط خطة 90 يوم. يعني خدي نفس عميق، لان الجزء ده بقى هو السحر كله. ده اللي هيخلي خطتك تشتغل من غير ما تحبطي او تنسي. طيب احنا ليه خليناها 90 يوم؟ لان العقل البشري ما بيعرفش يتعامل مع سنة كاملة. سنة كبيرة، سنة مخيفة، مش مفهوم ايه اللي هيحصل ويا عالم ايه اللي هيحصل. لكن 90 يوم، 3 شهور، مقبولة، مفهومة، ممكن نقدر نحققها وسهلة برضو. كل فصل في السنة هيبقى سيزون. اعملي 4 مواسم، موسم شتاء، ربيع، صيف، خريف، موسم لكل حاجة. حطي هدف واحد، 3 عادات، اعملي مشروع واحد، حاجة هتوقفيها، حاجة هتقللي منها، حاجة هتزوديها. تاني حاجة، اعملي هدف كبير، زي مثلا صحتك، بيتك، شغلك، علاقتك بنفسك، علاقتك بربنا. اختاري هدف واحد بس، وهو ده تركيزك يروح له في 90 يوم دول. تالت حاجة، اعملي العادات اللي بتبني الهدف. يعني اختاري مثلا 3. مثلا هدفك مثلا الصحة، يبقى هنشرب مية، هننام بدري، هنمشي مثلا 10 دقايق. طب لو هدفي البيت مثلا في 90 يوم دول، يبقى 15 دقيقة روتين ترتيب في اليوم. اغسل في ايام ثابتة، مثلا انظم درج واحد يوميا او مكان واحد بس في اليوم. طيب لو انا هدفي مشروع كبير في 90 يوم دول، يبقى مشروع واحد بس، ان انا هنضف مثلا بعمق، هنضف غرفة، هخلص الكورس بتاعي، هفتح قناة مثلا على اليوتيوب، هفقد 2 كيلو من وزني، هقرا كتابين. حطي هدف.
خامس حاجة، حاجات أسبوعية، يعني اعملي حاجات كل أسبوع كده، حاجات قصيرة جدا جدا. يعني مثلا كل جمعة اسألي نفسك ايه اللي أنا مشيت عليه، طب أنا ايه اللي وقفني أكمل ولا أعدل مثلا في الخطة اللي أنا ماشية فيها كده. وكل نهاية موسم اعملي يوم مثلا، حطي خطط وترتيبات، اعملي مثلا انتي شايفة الأيام الجاية هتمشي ازاي، حطي نية جديدة، حطي مكافآت لنفسك. طب ليه الطريقة دي بتشتغل؟ لأن كل 3 شهور بتروحي وبترجعي بطاقة جديدة، والسنة كلها تتحول بدل ما هي ضغطة تبقى رحلة كده ممتعة ولذيذة. وأخيرا انتي مش بتخططي لسنة جديدة، انتي بتعملي إعادة بناء كاملة لشكل حياتك كلها. لو وصلتي لغاية هنا فده معناه ان عندك قوة حقيقية مش كل الناس عندها. اكتبي انا هدخل 2026 مختلفة وهعيشها في مكان اقوى واهدى وانضج، وانا مش هسيبك لوحدك، احنا مكملين سوا. واخيرا لو وصلتي لغاية هنا شكرا من قلبي ان انت كملتي الفيديو لغاية الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هننزلها، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.